طيب لو جينا بصينا على الاشكال ديت نفس النظام بالظبط، فهو هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك هو انا دلوقتي عندي بعض الرموز للاجهزه بتاعتي، سواء بقى بريشر ترانسميتر، تمبريتشر ترانسميتر، الكلام ده كله. عايزين نعرف كده الحاجات اللي احنا ممكن نقيسها. احنا قلنا قبل كده ان احنا عندنا انسترومنتس معينه بتقدر انها تقيس الفاريبلز المختلفه، زي ايه مثلا؟ زي البريشر، زي التمبريتشر، زي الليفل، زي الفلو، زي الاناليتيكال فاريبلز. يعني ايه اناليتيكال فاريبل؟ زي الكونسنتريشن مثلا، زي النسبه، زي البي اتش، وهكذا. طيب هو انا هعرف منين هو انا بقيس ايه؟ على حسب الحروف اللي بتظهر عندي. يعني على سبيل المثال، حرف ال ده اللي موجود في البدايه معناه ان هو ده ليفل انسترومنت، ده جهاز بيقيس لي الليفل. طيب إيه اللي بعد كده؟ حرف الA ده مثلًا بيقول إن هو analytical. طب خلّينا كده نشوف مثال على الكلام ده. لو جينا بصينا هنا كده هنلاقي إن في هنا دايرة مكتوب عليها TI. طيب ده temperature indicator. temperature indicator عرفت منين إن هو temperature indicator؟ هل عشان مكتوب جنبه temperature؟ هل عشان مكتوب جنبه temperature indicator؟ لأ. أومال عرفت منين؟ عن طريق إن محطوط كلمة TI. T يعني temperature وI يعني indicator. طب يعني إيه indicator؟ يعني هو gauge، عداد موجود في الفيلد. طب انا عرفت منين ان هو موجود في الفيلد؟ مفيش خط سوليد موجود في النص. طيب لو انا عندي temperature transmitter هو برضه موجود في الفيلد، نفس النظام، يبقى بالشكل ده. طب لو انا عندي ريكوردر موجود في الفيلد برضه هيكون بالشكل ده. طب لو انا عندي بقى كنترولر موجود في الفيلد، لو كنترولر موجود في الفيلد وبيديني انديكيشن، يعني هو متحكم وبيديني انديكيشن برضه في نفس الوقت بيديني قرايه وموجود في الفيلد، فده هيكون الشكل بتاعه. ليه ما فيهوش خط في النص؟ لان هو قال لك ان هو موجود في الفيلد، مش موجود في الكنترول بانل نفسها. طب لو انا عندي ليفل انديكيتور، زي حاجه كده بتعبر عن الليفل، زي مثلا جهاز معين جيج موجود في الموقع بيعبر عن الليفل، فده برضه هيكون الشكل بتاعه. طيب ايه بقى الشكل ده؟ هنلاحظ هنا ان في حاجه اسمها ال تي 95 او 65، يبقى ده ليفل ترانسميتر. عرفت منين؟ لان ال تي. طب رقم اللوبه بتاعته كام؟ الكنترول لوب نمبر نفسها هيكون رقم 65 في الحاله دي. طب هو في الحاله ديت في سوليد لاين موجود في النص، يبقى هو موجود فين؟ يبقى هو مش موجود في الفيلد، موجود جوه الكنترول بانل نفسها. يعني ممكن يكون اصلا عندي ال تي ده هو مش موجود في الفيلد، ولكن هو موجود جوه الكنترول بانل نفسها. طيب لو جينا بصينا برضو هنا ده ليفل ريكوردر، ده برضو موجود جوه الكنترول بانل نفسها. ال اي سي كذلك برضو موجود في الكنترول بانل نفسها، في الكنترول بانل من قدام. طيب عندي هنا مثلا الفلو انديكيتور، اف اي يعني فلو انديكيتور، اف تي يعني فلو ترانسميتر، اف ار يعني فلو ريكوردر. اعتقد الموضوع بقى اوضح دلوقتي. اف سي يعني فلو كنترولر، بي اي بريشر انديكيتور. طيب بريشر ترانسميتر 55 يعني ده بريشر ترانسميتر رقم اللوبه بتاعته 55 وهو مش موجود في الفيلد. طيب نفس النظام هنا ده بريشر ريكولدر، بريشر كنترولر. عندي بعد كده حاجات تانية زي ايه مثلا؟ زي مثلا ان انا بيكون عندي حاجه اسمها الليفل جيج، زي عداد برضو او جلاس كده بتعبر عن الليفل بتاعي. temperature element ده بيكون عباره عن الاليمنت السنسور اللي بيحس بدرجه الحراره نفسها، وده اللي اصلا بيعتبر جزء من الترانسميتر نفسه. كذلك برضو الفلو element اللي هو يعتبر جزء من الترانسميتر نفسه. طيب عندنا حاجات تانية زي ايه مثلا؟ زي حاجه اسمها البي اي سي، حاجه اسمها pressure indicating controller. يبقى هو indication وكنترولر في نفس الوقت، وبرضه هو ريموت لوكيشن. تمام. طيب بي ار سي بريشر ريكوردنج كنترولر برضه ريموت لوكيشن. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا مثلا ليفل الارم، ده برضه ريموت لوكيشن، يعني هو مش موجود في الفيلد. الالارم ده الارم يعني ايه؟ يعني حاجه بتديني الارم على الكنترول روم وانا قاعد في الدي سي اس مثلا، بتقول لي ان الليفل زاد عن 50%، بيكون ليه سيت بوينت معينه. اول ما بيوصل لها بيبدا ان هو يدي الارم او صوت او حاجه فيجوال بقدر ان انا اشوفها. طيب اي تو بي يعني ايه؟ كلمه اي تو بي ده احنا اتكلمنا عليه قبل كده في الكورس بتاع الانسترومنتيشن، وقلنا ان اي تو بي معناها ترانسديوسر او كونفرتر، يعني حاجه بتحول لي الاشاره من اشاره للتانيه. يعني هي بتحول لي الاشاره بتاعه الكرنت او الالكتريك لاشاره نيوماتيك. اخر حاجه موجوده عندنا هي الانالايزر ترانسميتر، وهو عباره عن ترانسميتر بيقيس الحاجات
الاناليتيكال زي البي اتش زي ما احنا قلنا قبل كده، زي الكونسنتريشن وهكذا. طيب هو ما فيش غير الانسترومنتس بس هي اللي موجوده؟ لا، هو في حاجات تانية، في حاجات ميكانيكال موجوده. طيب زي ايه مثلا؟ زي الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا دي. احنا عندنا هنا بلوف هنتكلم عليها بالتفصيل، عندنا تنكات هنتكلم على الاشكال بتاعه التنكات كبي اند اي دي، عندنا بمبات وتربينات، عندنا كومبريسورز. طب عندنا ايه تاني؟ عندنا هيت اكسشينجرز، عندنا لاين سيمبلز. يعني ايه لاين سيمبلز؟ يعني كل خط بيشيل فلويد معين وليه خواص معينه، ممكن يكون ليه شكل على البي اند اي دي. طيب ايه تاني؟ الفيزلز المختلفه والحاويات اللي بتحتوي على مواد مثلا معينه ليها ضغط عالي بيكون ليها اشكال معينه زي الافران. عندنا مثلا الديستليشن تاور، الحاجات دي كلها. طب عندنا ايه تاني؟ عندنا الكولينج تاور والحاجات دي. يبقى انا دلوقتي الايكويبمنت بتاعتي، كل ايكويبمنت بيكون ليها اشكال والوان. يبقى انا محتاج ان انا اتعرف على الحاجات دي. ده اللي احنا ان شاء الله هنعمله في البلاي ليست دي. يبقى انا دلوقتي عندي بلوف، بمبات، كومبريسور، تربينات، هيت اكسشينجر، كولينج تاور، انسترومنتيشن اللي احنا اتكلمنا عليها، رياكتورز، حاجه اسمها رياكتورز او مفاعلات، عندنا ديستليشن كولمز، عندنا الافران، عندنا الغلايات. الحاجات ديت كلها برضو بيكون ليها اشكال معينه. طيب دي اشكال تانية مثلا للحاجات اللي ممكن تكون موجوده واللي هنبدا ان احنا نتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله في الفيديوهات بتاعتنا. هو هنا بيقول لك ان انا محتاج ان انا اعمل ستاندرايزد بايبنج سيمبل. يعني انا دلوقتي اخلي كل حاجه ستاندر. يعني مثلا انا دلوقتي عندي خط رئيسي، الخط الرئيسي ده بيكون ليه شكل معين. الميجر بروسيس بتاعي مثلا لو هو الغاز فبيكون ليه خط سوليد كده. طب لو انا عندي خط طلع منه كده عباره عن ميه، انا بالنسبه لي الميه ده هو الماينور بروس اللي هو الجزء الفرعي اللي طلع من البروس بتاعتي، فاخليه خط خفيف شويه. طب لو خط ماشي فيه اشاره هوائيه اخليه بالشكل ده. طب لو اشاره زيت هيدروليكي هيكون بالشكل ده. طب لو فيوتشر ايكويبمنت يعني ايه؟ يعني انا بقول لك ان انا قدام كمان كام سنه مثلا او كمان كام شهر هركب معده جديده، فالخط ساعتها هيكون بالشكل ده وهكذا. فانا عندي اشكال كتير للموضوع ده. هو ده معناه اللاين نفسه والاشكال بتاعه اللاين. تمام. يبقى انا دلوقتي عندي حاجات كتيره زي ايه مثلا؟ زي البلو زي ما احنا قلنا، في حاجه اسمها سترينوف، في حاجه اسمها فليكسيبل سبول، في حاجه اسمها فلتر، فلانش، ريموفبل سبول، بلاينز. الحاجات دي شكلها عامل ازاي؟ الحاجات دي شكلها زي ما احنا شايفين كده. انا دلوقتي عندي ده بلف، تمام، اللي هو الشكل اللي قدامي ده عباره عن بلف. طب السترينر ده شكل السترينر ايه بقى؟ السترينر دي هي عباره عن حاجه كل دورها انها بتعمل فلتريشن للليكويد قبل ما يدخل مثلا البامب. يعني مثلا لو انا عندي هنا بامب فالليكويد بيمشي كده، فلو في اي سوليدز موجوده جواها بتبدا انها تترسب في المصفى او السترينر اللي موجوده جوه دي. فيبقى عندي حاجه اسمها فلكسبل سبول، عباره عن فلكسبل جوينت زي لي كده بركبه في المواسير، بيبدا ان هو ايه؟ ياخد ويدي معايا. عندي برضو فلتر زي السترينر كده، نفس الفكره بالظبط. عندي فلانشات، عندي حاجه اسمها ريموفبل سبول عباره عن ماسوره فيها فلانشه من هنا ومن هنا. عندي بلايند فلانج ممكن اطبق بيها او اعزل الخط. عندي مواسير حاطط عليها عزل من بره، فده الانسيوليشن. يبقى هل كل الحاجات ديت ليها اشكال في البيئه دي؟ اه. كذلك برضو لو انا عندي مثلا حاجه اسمها البايب سايزنج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي الخط ده بيكون ليه تسميه معينه، مثلا 8 بوصه كربون ستيل، الريتنج بريشر بتاعه 150، الان ده مثلا بيعبر عن الفلويد اللي ماشي جواه، وده رقم الخط نفسه. تمام. يبقى برضو خط واخد رقم معين. الحاجات ديت كلها موجوده في البي اند اي دي. عندنا حاجه تانية اسمها الاكسبانشن جوينت، يعني برضو عباره عن جوينت موجوده في النص عشان لو حصل اي تمدد حراري تبدا انها ايه؟ ما يحصلهاش رابشر، تبدا برضو انها ايه؟ يكون فيها معامل تمدد حراري. تمام. عندي حاجه اسمها الفنت كفر، زي عباره عن كفر كده كل دور ان هو يطلع الغازات الزياده. تمام. عندي حاجه اسمها ان لاين ميكسر، عباره عن ميكسر كده بيبدا ان انا اضيف المواد معينه فبيبدا ان هو يخلطها جوه المواسير نفسها. عندي حاجه اسمها educators. طيب شبه السبراي كده بالظبط، نفس الفكره. عندي حاجه اسمها بالسيشن دامبنر، دي بتبقى موجوده على السكشن والديسشارج بتاع البامبس مثلا او الكمبريسورز. كذلك عندي حاجه اسمها اكزوست هيد، عباره عن ال
الماسورة أو الstack اللي بتطلّع لي العوادم من مكنة معيّنة مثلًا. كذلك عندي حاجة اسمها الpressure rating زي ما إحنا قُلنا قبل كده في الجزئية دي، إن ده مثلًا الrating بتاعه 150. طب 150 ده بيعبّر عن إيه مثلًا؟ هو هنا بيقول لك إن الماسورة ديّة أو الpressure safety valve ده المقاس بتاعه 3/4 والrating بتاعه 150. طب 150 ده يعني إيه؟ يعني كام ضغط؟ يعني حوالي 1400 PSIG. يعني الpressure safety valve ده بيفتح عند 1400 PSIG، ده على سبيل المثال. يبقى الحاجات ديّة كلّها المفروض إن أنا أعكسها على الPID بأشكال معيّنة، ما ينفعش تكون أشكال عشوائية. نفس الموضوع هنا بالضبط، أنا مثلًا عندي حاجة اسمها الsteam trap، هي كل دورها إنها بتعمل إيه، بتخلّي الliquid بس هو اللي يعدّي، ما بتخلّيش بخار يعدّي لو كمية الliquid بدأت إنها تزيد. وليها استخدامات هنبقى نتكلم عليها بعدين في الplaylist مثلًا بعنوان الboilers، تمام. يبقى هي كل دورها إنها ما بتعدّيش steam ده في حالة إن كمية الكوندنسيت أو المواد المتكثفة بدأت إنها تزيد، البولة دي بتبدأ إنها تطلع لفوق، فبتسد الطريق، فما تخلّيش أي آآ أبخرة تبدأ إنها تعدّي. طيب الحاجة اللي بعد كده هي الmaterial code. لو جيت بصيت برضه على الخط اللي قدامنا ده line number. هو هنا بيقول لك إن الline number ده مثلًا 10 بوصة، بيشيل fluid معين، الfluid ده موجود في الunit number الفلاني في مثلًا system معين رقمه كذا، والرقم ده بيعبّر عن رقم الخط نفسه. الB1 2B ده بيعبّر عن الmaterial نفسها اللي أنا صنّعت بيها الpipe دي، وده بيعبّر عن نوع الinsulation اللي أنا عامله عليه، وده بيعبّر عن الthickness بتاع الpipe نفسها. يبقى أنا دلوقتي الراجل اللي بيجيب لي الماسورة نفسها وبيركبها لي بيدّيني الكود ده. هل بقى هو مضطر كل شوية ييجي يقول لك الماسورة دي يكتب لك في الBID إنها مصنوعة من كذا وكذا وكذا وكذا؟ مش هنخلص. يبقى أنا محتاج حاجة تعبّر عن اختصار معيّن أقدر إن أنا أستخدمه، بحيث إن أنا أعرف بيانات معيّنة موجودة في الBID. ده باختصار شديد الحاجات اللي إحنا حابين نتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده. ده كان كل اللي إحنا محتاجين نتكلم عليه، وشكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.